السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل الخبر يرجى الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. تعقد محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد جلسة علنية لمحاكمة عاطف نجيب في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن مسار محاسبة مسؤولين سابقين في النظام السوري، وذلك عقب سقوط حكم بشار الأسد. وتحظى هذه المحاكمة بأهمية خاصة حيث تعد محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا في ظل ترقب واسع محلي ودولي. وتأتي هذه التطورات استجابة لمطالب متزايدة برزت منذ ديسمبر 2024 تدعو إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع ضمن إطار قانوني يضمن الحقوق ويحد من الإفلات من العقاب. وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار قانوني للتعامل مع ملفات الجرائم الجسيمة وفق الأصول القضائية المعمول بها، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة بشكل تدريجي ومنظم. ويعد عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد من الشخصيات الأمنية البارزة السابقة، حيث شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا حتى اندلاع احتجاجات عام 2011، وكان الفرع تحت إدارته جزءا من المنظومة الأمنية التي تولت ملاحقة الناشطين والمعارضين آنذاك. ويرتبط اسمه بشكل مباشر بحادثة اعتقال أطفال درعا التي شكلت شرارة انطلاق الاحتجاجات بعد تعرضهم للتعذيب على خلفية كتابات مناهضة للنظام. وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب واسعة في المدينة، خصوصا بعد تسليم جثة الطفل حمزة الخطيب وما رافقها من اتهامات بانتهاكات جسيمة. وعقب سقوط النظام السابق ألقت قوات الأمن السورية القبض على عاطف نجيب في يناير 2025 خلال حملة استهدفت ملاحقة شخصيات أمنية سابقة في واحدة من أبرز عمليات التوقيف التي طالت مسؤولين كانوا في مواقع حساسة خلال بدايات الأزمة السورية. ومن جهته أكد وزير العدل مظهر الويس أن انطلاق المحاكمات من أحداث درعا يحمل دلالة رمزية باعتبارها نقطة البداية للاحتجاجات، مشددا على أن تحقيق العدالة يتطلب معالجة هذه الملفات بشكل علني وشفاف. وتجرى المحاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به حاليا إلى حين إقرار تشريعات خاصة بالعدالة الانتقالية من قبل مجلس الشعب المرتقب في ظل مطالب متزايدة بوضع إطار قانوني شامل ينظم هذا المسار ويضمن فعاليته.